حسنا، في فيديو اليوم سنرى أن شخصيات الأنمي تتشابه، وطبعا هذا الرأي الخاص. لنبدأ في لوفي ونامي، إنهما يتشابهان قليلا. أعتقد أن نامي أخت لوفي، هنالك أكثر من احتمال أنهما أخوان. أعتقد في أحد الأيام كانا يلعبان معا في طفولتهما، وسقطت نامي من مرتفع عالي، وحاول لوفي إنقاذها لكنه سقط معها وجرفهم التيار في أماكن منفصلة، ووالديهما عثرا على لوفي ولم يعثرا على نامي، ووجدتها سيدة عجوز وربتها، لذلك هما يتشابهان. أليست هذه قصة مقنعة؟ وأيضا زورو يشبه شانكيس، وكأنهما أبناء العم. الاختلاف في الشعر، لو كان شعر زورو أحمر لأصبح توأمه. وليفاي يشبه وينزداي. سوف تقولون كيف؟ حسنا، هذا هو شكل ليفاي لو كان حقيقي. سوف نرى أنه يشبه وينزداي قليلا. هل تعتقدون ذلك؟ بالنسبة لي أحس أنهما يتشابهان، وغاكو وفيجيتا يتشابهان وكأنهما توأم، وهذا شيء نعرفه سابقا. وأغلب شخصيات أنمي دراغون بول يتشابهون معا. أعتقد أن رسام هذا الأنمي لا يحب أن يتعب نفسه أبدا. وأيضا هذا الذي يدعى فريد من أنمي بي باتل بيرس الذي كان يظهر على سبيستون سابقا، إذا كنتم تعرفونه، إنه يشبه كيلوا تماما. وكاكاشي وساسكي يتشابهان خصوصا في لون العيون، لكن ساسكي في بعض اللقطات لون عيونه أسود وفي بعضها أحمر. لم أفهم، هل هو يضع عدسات يا ترى؟ وهنالك الكثير والكثير من الشخصيات التي تتشابه، وهذه الشخصيات التي ذكرتها في الفيديو ربما يراهم البعض أنهم لا يتشابهون، لكنني قلت رأيي الخاص طبعا. وإلى هنا وانتهى الفيديو، إلى اللقاء.